كل سنة وانتم طيبين ورمضان كريم عليكم، يا رب تكونوا كويسين وبخير. وعشان ما اطولش عليكم هنبدأ في الحلقة اللي فيها انهيار أري ماكانا وقربها من الاعتزال، في نفس الوقت اللي أكوا بياخد الخطوة الكبيرة اللي بتخليه أخيرا يقرب من اللي بيدور عليه. ولكن ده لأننا بنشوف في لقاء عادي من اللقاءات اللي بتحصل مع روبي وبيكو ماتشي، فيسألوها هو انت خرجتي قبل كده مع ولاد؟ قالت خرجت مع اخويا يعني. قالوا لها لا ما نقصدش ولاد كده يعني. ايه ده، هو اخويا مش ولد؟ يا ستي لا، يا ستي لا، يخرب بيتك مش كده، ايه الفهم اللي انت فيه دوت؟ هنا بعد ما خلصوا اللقاء روبي قعدت تقول هم ليه دايما بيسالوا الاسئله دي؟ ميم قايله لها عشان دي المواضيع اللي بتجذب الانتباه. تقوم داخلين لاوضه تغيير الهدوم وتقعد تسمعهم، واحده تحاول تغطي جسمها بالمكياج لانها متجوزه ولا مخطوبه، واللي عايشه فعلا مع ناس، واللي خايفين يعلنوا ان هم متجوزين، واللي اصلا مأخرين الجواز عشان خايفين من سمعتهم. وروبي بصلهم قالت في الاول كنت بفكر اغوص في المجال ده، ولكن ايه دول؟ ايه البنات دول كلهم اللي بيحبوا ناس؟ حكايه ان الايدل ما يقدروش يحبوا حد دي مجرد حاجه في عيون المعجبين بس، ولكن لو شغلوا دماغهم ما طبيعي في الاخر هيحبوا ناس وهيتجوزوا. فده بيضطرهم ان هم لما يحبوا يعملوا كده يقعدوا يعملوا في الخفاء، ولما يتعلن ان هم فعلا متجوزين ولا هم بيحبوا حد ولا هيتجوزوا يتفتحوا ويتشتموا، لدرجه اللي بيضطر الناس ان هم يكذبوا ويصوروا صور انهم في اماكن معينه هم مش فيها دلوقتي. فكره الاحترافيه اللي في دماغ الناس دي بدات تقل مع مرور السنين، وده بسبب الشائعات. دايما بيكون في شائعات، ساعات صح وساعات غلط، وده اللي خلى الناس ما تتأثرش، بالعكس ممكن يديهم راحة البال. وخصوصا ان معظم الشائعات دي بتطلع من حد اصلا موجود حواليهم في دائرتهم والناس اللي شغالة معاهم. فعالم الفن ده مش عالم مبهر للدرجة، ده مكان قاسي وصعب لدرجة ان ساعات بتحاول انك تهرب منه. ووسط ده بنشوف ان الشخص اللي مفروض اللي وقع أريما كانت صاحبتها أصلا. هنا بنشوف ميم وهي قاعدة مع أريما بيتفرجوا على التلفزيون على واحدة اعتزلت عشان خلاص في سنها الصغير ده عايزة تتجوز يعني عادي. فقالت يعني مع إنها كانت بدأت تبقى مشهورة قوي ليه تتخلى عن كل ده؟ قامت أريما طبيعي، في ناس مش مستحملة كل ده، ما اتخلقوش للوضع اللي هم فيه، بيحاولوا يهربوا دايما من العذاب اللي هم فيه. قالت لها ميم ايه يا بنتي الكآبة اللي انت فيها دي مش للدرجات دي يعني، عايزة تتكلمي في حاجة يعني ممكن نتكلم مع بعض؟ قالت لا ما تقلقيش انا عايزه بس افضل لوحدي فتره. هنا ميم قلقت عليها قامت جري على طول قالت لها اكوا تعالى. قال لها في ايه يا بنتي، في حاجه يعني ولا ايه؟ قالت كان ممكن تسيب بيكو ماتش. قال لها ايه اللي خلاكي تقولي الكلام ده؟ انا عارفه ان هي دايما رغايه وما بتظهرش شخصيتها الحقيقيه، ودايما بتغطي على انها متضايقه بانها بتقول كلام وبتتكبر علينا، ولكن باين قوي ان هي بقت كئيبه قوي اخر فتره. ده باين ان في حاجه غلط، لو الدنيا كملت كده ممكن الدنيا تبقى اوحش. قال لها ماشي خدي بالك منها. قالت لا انا بعمل كل حاجه اقدر عليها، ولكن اي حاجه بقولها لها ما بتوصلهاش، وانت عارف روبي دلوقتي ما تقدرش تعمل حاجه، الوحيد اللي يقدر يعمل حاجه. قال لها لا ما تجيش تساليني حاجه بخصوص اريما، زي ما قلت لك انا مش هتراجع في الموضوع اللي اتكلمنا فيه، مش هكون غير مسؤول وما عنديش الحق ان اديها الامل ده. قالت فاهم وعارفه ان انت مش ينفع تديها امل زائف، مش عايز تاذيها اكتر من كده، ولكن اسمع كان اصلا ممكن تكون ايدل عشان خاطرك، هي راحت في الطريق ده عشان انت طلبت منها اصلا، انت اللي دخلها العالم ده، ما تعملش كتير يعني، قول لها حاجه اي حاجه. هنا هو افتكر كل حاجه عدى بيها معاها لغايه اخر لحظه وقام ضحك. ولكن هنا في يوم من الايام بنشوف ان كان ماشيه في الشارع مروحه عادي، اما المصور جه مكلمها قال لها اهلا انت اريما كان صح؟ هنا مديره المكتب بدات تبص ووصل لها الاخبار والصور اللي المفروض ان هي تنتشر. قالت دي هتبقى مشكله كبيره قوي المره دي. هنا الراجل قايل لاريما انت اريما صح؟ انا صحفي من مجله الاخبار، عايز اديكي شويه اسئله كده عن علاقاتك وخصوصا علاقتك بالمخرج شيما. هنا هي اتصدمت، قالت ايه صحفي شائعات؟ ايه ده ليه؟ عشان الليله دي اما قال لها انت دخلت شقته صح؟ فريق عمله كان مشي. قعدت تقول انا اعمل ايه انا اعمل ايه انا اعمل ايه، وهو يقول لها الراجل ده متجوز ليه قعدت معاه طول الليل انتوا بتعملوا ايه؟ قالت تقول له ايه قول له ايه، وتقول يوريها الصور. لا 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 ايه ده في ايه؟ لا انت ساكته ليه؟ ينفع تقولي اي حاجه؟ قامت لفه قامت ماشيه. استني يا اريما انت بتهربي عشان انت بتعترفي ان انت في حاجه ما بينكم؟ ما توضحي الموضوع. قامت جاريه وهي مفزوعه قامت راميه كل حاجه وهي عماله تجري وتجري تقول له كل حاجه دلوقتي دخلت في دماغها ان الموضوع كله من الاول كان خطه من الست دي صاحبتها علشان توقعها في الفخ. قعدت تجري لحد ما قعدت في الشارع. ايه ده هو ده هيظهر في الاخبار؟ انا ما عملتش حاجه، انا رحت معاه ولكن انا غلطت بسبب اني قعدت معاه كتير،
واكيد باين ان انا مذنبه، لكن انا ما عملتش حاجه، ده هيؤذي كل بتوع بيكو ماتشي والنقابه. اعمل ايه اعمل ايه؟ هنا اليأس قام مسيطر عليها، فضلت تمشي حتى سابت شنطها وموبايلها في الشارع. هنا مساعد روبي يتواصل مع المديره يسالها هو ارم عندكم؟ لا. طب فين ارم؟ مش عارفين نوصل لها. طيب لو عرفت توصل لها توصل لها. يكلم ميم، لا كان ما بتردش برضه. الله الله الله. اكوا بيقول لهم في ايه مالها؟ ما كانتش موجوده في الاستوديو كمان. غريبه، هي عمرها ما غابت ولا مره واحده. يعني ايه اللي بيحصل؟ قامت ميم قالها هدور عليها. هتروحي تدوري فين؟ هتجري في الشارع عشان تدوري عليها؟ قالت عارفه بس هقعد اعمل ايه؟ هقعد هنا مش عارفه الاقي حاجه. قامت المديره قايله الاكوا خلاص هي اكيد عرفت الموضوع لغايه بتهرب بالشكل ده. كنا عايزين نعرف التفاصيل منها عشان نعرف ازاي نتصرف في الوضع ده، ولكنها بالشكل ده اكيد مش ترجع النهارده. قام قايل هترجع. قالت لا انت استثناء، انت حاجه صلبه قوي. هي مش شرط كل الناس في السن ده هتبقى بنفس الصلابه دي. ده احنا والناشرين والمنتجين بنتغذى في المجال ده على ان العيال الصغيره دي احنا بنستغلها لحد ما في ناس منهم بنخلص عليهم. لا انا خارج. راح فين؟ على الاقل رجع ميم هتصرف. هنا وسط صدمه ارمه ماشيه في الشارع، كل حد يعدي من جنبها انها حاسه ممكن يقول لها ايه، يقول لها ايه الاحترافيه القليله دي، يشتمها، يشتم سمعتها. حاسه ان كل حاجه ممكن اي حد في اي وقت ممكن يغلط فيها. قالت انا عارفه الناس الفنانين اللي بيبقوا مفضوحين دول بيحصل معاهم ايه. شفت ده مره والتانيه والتانيه، وعارفه تماما ايه اللي المعجبين ممكن يقولوه. هيقولوا لي مقرفه، مش مستحمليني، انا غشاشه، المفروض اعتزل. اخدت منهم التذاكر من فلوس من جيوبهم علشان اصرفها على قعدتي مع الرجاله، وكلام كبير وخلاص. ده هيأذي الكل. المفروض ما بقاش فنانه. انا المفروض اعمل ايه؟ يعني انا اصلا كان من الاول انا وجودي كايدل حاجه وحيده بس علشان افضل في الصناعه لغايه اتنسيت. هنا اكو عمال يلف في الشارع وقام باعت لمين انت رحت فين؟ رجعت تاني البيت. ولكن افتكر من ارمه ان قبل كده هم اتكلموا ان المكان اللي هو كان بياخد حريته ان هو يتكلم معاها هو مكان معين. فقال ممكن يكون في المكان ده، وقام جاري على طول عشان يروح لها. ولكن وسط كل ده فعلا هي قاعده عند الاستاد. قالت هو انا لو اعتزلت طيب هيعدوا الموضوع؟ مفيش حد هيتأذي. انا اصلا من الاول المفروض ما يبقاش ايدل. انا ما كنتش هبقى حاجه، انا كنت بساعدهم بس. انا عندي لسان طويل وشخصيه ما تتحبش، ودايما بقعد اشتكي عشان ما خدتش ادوار انا حباها. انا اصلا مش ايدل مثاليه، وما كانش في معجبين بيحبوني اصلا. انا ما كنتش لطيفه للدرجه. المفروض اعمل ايه طيب؟ حد يقول لي. محدش عايز ارمى الحقيقيه. انا مش مناسبه ده. قعدت تعيط، افتكرت كل حاجه، ان حتى الشخص اللي هي دخلت عشانه ما عادش موجود. قالت انا مش موجود عشان كده. حد يساعدني، ساعدني يا اكوا. طيب وسط كل ده اكوا بدأ يوصل للمكان وعرف مكانها وشايفها من بعيد، وقبل ما يقرب سمعها عماله تضحك. قالت ايه ده؟ ايه اللي انا قلته ده؟ انا بطلب من راجل مساعده وعشان بس محتاجاه؟ ايه ده؟ انا بقيت ضعيفه قوي للدرجه دي امتى؟ انا بعمل نفسي غلبانه علشان احس ان انا احسن؟ ايه هو انا المفروض اعتذر لهم واتوسل لكل واحد عشان اعتذر؟ لا ده مش انا خالص. ايه الهبل ده؟ ما يقولوا عليا اي حاجه، ما يقولوا اللي يقولوه. قولوا اي حاجه يا عم الفشل، انتوا ما فيش فرق لي اصلا. انا اصلا ما بحبش المعجبين. ما يقولوا اللي يقولوه، انا مش اصلا ما يهمنيش. اي حد تاني بقى يلعب دور اللطيف دوت. انا من الاول اصلا ما بلعبش دور اللطيفه. انا هكون نفسي وهنجو في العالم ده باني اكون نفسي. هنا قام باعت رساله لميم. شفتي الموضوع هيبقى اصعب بكتير عشان حد يقدر يكسر اريما. اريما هتكون كويسه. قام باعت لها اللوكيشن عشان تلاقيها. قام قايل اريما عندها بيكو ماتشي والباقي كله، ولكن هي مش محتاجاني. ولكن على الناحية التانية بنشوف ان اكاني خلاص بدأت تمشي في خطتها وقدرت توصل للوكالة بتاعة ابو اكوا. قالت وصول المعلومات بقى سهل، خصوصا اني عارفة انا بدور على مين دلوقتي. انا عارفة هو ساب المكان امتى وفتح وكالته وهو عنده 25 سنة وبالظبط هي دي الوكالة والمكان بتاعه. قامت مصورة المكان. قالت والله باين عليا ممكن كنت احسن ان ابقى محققة احسن من اني اكون ممثلة. ودي حقيقة والله. انت المفروض تبقى محققه. انت عبقريه يا بنتي، يخرب بيت كده. انت لو بقيتي بطله الانمي هتخلصيه. وبعدين اصلا البت دي في خطر. هو مش ابو اكوا بعت لها رساله او بعت لها ورد يعني؟ فهو معجب بيها، واللي معجب بيه بيقتله بعدين. فيعني ده خطر. غير ابن تيتي التاني دوت. ايه يا عم انت راخ؟ ده صاحبه ابنك، انت مش عاتق. يخرب بيتك. بس يعني ان شاء الله المحققه اكن تديله بالروسيه في بقه ولا حاجه. ولكن بعد كل ده، بعد ما بنشوف ان اكاني بتمشي، بنشوف ان في حاره ضيقه في شخص باين ان هو اكوا غالبا، او يمكن ابوه، بس غالبا اكوا كان متنكر وعرف المكان اللي كانت بتدور عليه اكاني. وده معناه
إن أكوا أخيرا وصل للمكان اللي كان مستنيه من وهو صغير علشان ينتقم أخيرا من أبوه، وبكده الأحداث تكون ولعت أكتر وأكتر، وأكوا خلاص أخيرا بيقرب للي مستنيه. ولكن على كده بتنتهي الحلقة، فكل سنة وانتم طيبين تاني، إن شاء الله يكون شهر سعيد عليكم. مش تعملوا لايك وشير وسبسكرايب للقناة وتستنوا الحلقة الجاية، وما تحرقوش أي حاجة عشان همسح الكومنتات اللي هتحرق. وسلام.